شجرة شجرة شجرة. دلوقتي معانا شاعرة اسكندرية، شاعرة البحر رودي فاروق النهارده معانا منورة القاهرة مع صدور أول ديوان ورقي ليها بعنوان إيه؟ قطر الذكريات. قطر الذكريات للشعر الغنائي، وهي طبعا متخصصة في هذا اللون من الكتابات. وانا سعيده جدا ان انا قابلتها النهارده، طبعا ده اول لقاء ليها معاها في القاهره وكمان اول اصدار ليها، وسعيده بان انا كنت مشرفه عليه. سعيده جدا بوجودها معايا. تحبي تقولي النهارده بقى لجمهورنا جاردينيا النيل وشاعره البحر مع بعض؟ بشكرك استاذه جهاد لانك وقفتي جنبي طبعا وتعاونتي معايا في اصدار هذا الديوان. وبتمنى لك يا رب كل خير ان شاء الله. يا رب الديوان ده يفوز على اعجاب، اكيد هيبقى جميل جدا لانه ويلاقي قبول عند الناس ان شاء الله باذن الله. وطبعا انا كنت اهديت الديوان ده لاختي فريده وروح زوجي هيثم، الله يرحمهم جميعا. وبشكركم جميعا. انا سعيده في ديوان اخر ان شاء الله الاصدار الجاي باذن الله. احنا هنا على كورنيش النيل عند ماسبيرو طبعا، بس بعيدنا شويه عن الهيئه العامه للكتاب، وحبيت ان انا اوثق اللحظه الجميله دي مع رودي. ده طبعا اول لقاء ليا معاها وانا سعيده جدا النهارده معايا اهو. رودي حبيبتي حبيبي ربنا يخليكي، ربنا يخليكي. الله يخليكي. انا سعيده بيكي جدا والله. النهارده يوم جميل جدا وان شاء الله اللقاء القادم يبقى في حاجه جميله ديوان جديد ان شاء الله باذن الله.